الحسن العسكري من قد ما انظلم هنا ومن قد ما ابوه كان مظلوم، ما شفت واحد سوى مثل الحسن العسكري. لما استشهد ابوه علي الهادي وطلعت جنازة علي الهادي، انفتحت باب من بيت علي الهادي وطلعت الجنازة. طبعا لعلم الأحبة علي الهادي والحسن العسكري مدفونان في وسط دارهما، كل كتب التاريخ تقول الآن قبرهم نص بيتهم. المهم لما طلعت جنازة علي الهادي وأهل سامرة استقبلوا الجنازة بذاك الوقت، انفتحت باب ثاني طلع منها الحسن العسكري بلا عمامة. لا هنا نشوف هاي أهل البيت مسويها بلا عمامة، هاي صايرة، بقية الأئمة صايرة يطلع بلا عمامة وحافي، هاي هم صايرة، بقية الأئمة يطلعون حفاة. ولكن الشيء الآخر اللي أنا ما شفته بتاريخ إمام آخر، طلع شاف ثوب، طلع الحسن العسكري وقد شق ثوبه على أبيه الإمام. أنا هاي ما شفتها بس عند الحسن العسكري، وكأنه يريد يقول الظلم اللي شفناه والأذية اللي شفناه واللي شافه أبوي علي الهادي ما شايفه واحد. وحق الحسين ما أبالغ، لو نبكي دم على ظلامة الحسن العسكري ما نبيع.